العربيه شوفونا يا عم بننزل، احنا بلدنا زيكم، لو مش زيكم هاليوم امي ما اعرفش من وين الطريق ولا بنعرف اكل ولا شرب، يعني احنا شعب غزه صامت زي يوم الدين. واقول للجيش الاسرائيلي ما تقدر على شعب غزه، شعب غزه قوتوا بالله، انتوا قوتكم بالسلاح احنا قوتنا بالله. امي علمتني قالت لليهود يا ما بعملوش شيء احنا العقوه منهم، لما خشينا عليهم بالسياج زي هيك خشينا عليهم قوه باحتراق عليهم ما قدرونا، احنا شعب عظيم بس نعمل كل بني ادم لكل غزه منحول لانه محتل كذاب. هذا الصحابه اللي زيكم نزلوا وحماس نزلت، الاخوه كلها نزلت، كل العربيه ما حدش رد عليهم. الان توجهوا العصابات، الان وين غزه؟ بالشمال، الجنوب، وسط القطاع، وين ما تتخيل محاصره غزه، بس قوتهم ما يقدرونا. احنا شعب عظيم، ما اقول للشباب ما يروحوش لان عن ابوها الكمونه ولا تيجي منهم ذل، يا بتيجي باحترام يا بلاش. هاي امي راحت وقبل اخوي في هذه الحرب راح، والله يعلم من بده يروح. الحين مش ضامنين ارواحنا، بس اقول لامريكان واقول لكل دوله عربيه احنا يا عم ما بننزلش من الله من كرامتنا، تفتحوا لنا المعبر حياكم الله، بداش الروحه تبعتكم يا الله يخلف عليكم. بتكون ماشي على الخط زي ما بيقولوا لك كذابين، ماشيين على الخط تلاقي اللي جنبك بيموت واللي او الامك بتموت، الاخوك بتموت. يا راجل اذا الدكتور مش مسموح له يموت تموت. الصليب يا راجل بيقصبوهم، بيقصبوا ايش اقول لك؟ الاسعافات تعاون الدفاع المدني ما بخلوش ايش الا يقصبوه. هذا وين؟ والله وانتم والله لو ايش لو بمكان واحد رمينا عليهم صاروخ لا يقلب الدنيا، والله وان الخاص لهالدرجه هذه. الاسرائيل يا راجل لا يموت منهم كلب، يا راجل لا يعمل الدنيا فوضى. احمد انت فقدت حدا اليوم؟ ايش اللي خلاك تروح؟ امي فقدت اخويا باليوم، اليوم مش ملاقيين الناس، هذا الشعب كله شايف تحولوا مش لاقيين لقمه ياكلوها يا راجل. وين؟ والله ربنا ما قال ارحمكم الارض يرحمكم السماء، ارحمونا بالارض يرحمكم بالسماء. طمنت على امك ولا لسه؟ لسه مش عارفين، رحنا على الكويت، رحنا على مستشفى ناصر، رحنا على رحنا على الابطان، وين ما تتخيل. لما بقول لك تصير هدنه قبل ما تصير بيوم بقتلوا ولا مليون من الشعب، مش من حقنا نعيش زي الناس زي دول الاوروبيه زي دول العربيه. احمد احكي لي ايش صار معكم من اول ما بلش اطلاق النار؟ طلعنا من الوحده بالليل، امي طلعت من 8. ابوي ايش قال له امي؟ قال لها يا بنت خليكم ما بدناش نروح. قالت له لا امي يا ابو نبيل ما فيش حدا نطلع من البلاد. رحنا توجهنا من خان يونس لرفح، هذا امي على 8 وسط العلم دور العلم تاع رفح. ابوي لحقه على الوحده بالليل. هاي الشنطه وهالكيس الصحي، هاي الكيسين، واحد لابوي وواحد إلي. أي ولا مسكين أي شيء ولا مسدس ولا رايحين كده، مدنيين إحنا مش عساكر، إحنا مدنيين مش عساكر. لو بقول لك عسكري ليش تضربوا يعني أنتوا زلكم تعملوا لأولادكم هيك؟ أنتوا يا راجل بأحلى احتراف تعملوه. طيب لما وصلنا كنا قاعدين صارت اطلاق نار تتوجه في الحامه، مش عارفين ايش يا عمي. كنا اولاد المدنيين ما فيش حدا عسكر راح هناك ولا توجه لهم بخدش، صاروا يصبوا مش عارفين ايش. امي توجهت للعلم، هذا على 2 بالليل وصلت، على 3 استشهدت. ابويا الحين بزعل اخوي عبد الرحمن، بزعل يا عبد الرحمن ما رد علي. احساس امي مستشهده يا اخوي اي واحد، بس ما حدا رد، ما حدا قال نعم، ما حدا عمل اي شيء. يعني الحين خاطرين نطلع في نفس عينك كل واحد يحط له اخوه ابوه بنفس بتاعت رفح بندور عليهم مش لاقيين وين دول العربيه تسمعنا. يا عم نطلع صوتنا لدول العربيه لدول المسلمين.